لا تقتلوا امرأة ولا صبي، ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا، ولا تقتلوا مريضا ولا راهبا منعزلا، لا تغدروا ولا تمثلوا بالجثث، لا تهدموا بناء ولا تهدموا معبد، ولا تخربوا عامرة، ولا تذبحوا بعيرا ولا بقرة إلا للأكل فقط. دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب مع أعدائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه وقاداته في عملياتهم الحربية. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا بالجثث، ولا تقتلوا وليدا أي الطفل الصغير. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم موصيا قاداته في عملياتهم الحربية قال: انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا، ولا تقتلوا امرأة، ولا تقطعوا شجرة، ولا تخربوا عامرة، ولا تحرقوا. وجاء في الصحيحين أن في واحدة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا مرأة مقتولة، مرأة واحدة مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان لأنهم ليست من حملة السلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أعداؤه بالحكمة والبيان، ويسامح من رجع وتاب إلى الحق. فعمر بن الخطاب قبل دخول الإسلام كان شديد على المسلمين ويعذب المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم برغم ذلك كان يدعو له ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وكذلك خالد بن الوليد كان شديد على المسلمين وهو سبب هزيمتهم يوم أحد، وبرغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عنه ويقول: أمثله يجهل الإسلام حتى دخلوا في الدين، لأن باب التوبة والرجوع إلى الحق مفتوح ما لم تقم الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالرحمة والإنسانية وحسن المعاملة حتى مع الأسرى، فأوصى بالأسرى. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسرى خيرا، وأمر بإكرام الأسير وإطعامه وحسن معاملته. فدي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب حتى مع أعداء الإسلام، فجاهد الكفار بالسيف والسنان، وجاهد المنافقين بالحجة واللسان.